يعني ما قد دخلت تهريب؟ لا. عاد أول مرة؟ ثاني مرة. ثاني مرة. منين دخلتي أول مرة؟ يقول لي مفتاح. مفتاح. منطقة اسمها مفتاح. هي منطقة اسمها مفتاح، قالوا يركبوني فيها يودوني على طول، وما شفت ولا مفتاح. لا حد رمي عليكم ولا حد يعني آمنة؟ لا، ضربوني الحبوس، ضربونا كلنا نحن 29. أوريك السكاكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا سكاكين دبحونا في كل مكان، شالوا مننا فلوسنا وشالوا مننا جوالاتنا حاجاتنا. ايش محبوس؟ جبل الحبوس. ايوه ضربونا بالسكاكين، شوف جسمي كله سكاكين، انا والناس كلهم ضربونا. بس ايش يعني؟ لأن بيودونا مفتاح. مفتاح هذا وين؟ ما اعرف انا ايش عرف. بس منو دي ضربش يعني؟ ما هم جيش. الحبوش. الحبوش هؤلاء سرق متقطعين. طعنونا، عندهم اسلحه وعندهم سكاكين وعندهم سيف وعندهم كل شيء. عندهم كل حاجه. هذول الأبرياء المساكين دي ما لهم حد يعينهم ولا يرحمهم. اتقوا الله فيهم. تنصدم لو اوريك جسمي بالسكاكين تنصدم. واثنين اين مايتين؟ اين؟ هناك ما اعرف، قاعد ابكي وامشي من عندهم. واحد يابس واحد لسه دحين الطري يعني شويه. للحين قريب لو نصير ندفنهم قريب؟ لا مو قريب، بعيد بعيد. تقولي رصاصة وموت من الله. جوع بس باينهم كذا ميبسين جوع. يعني ما شفت جنبهم دم ولا شيء ولا؟ لا. ما عاد تعرفي عمره كم؟ ما ادري. الثاني يمكن شباب، ما هذاك عظم بس جمجمه، وذا خلاص انا صرخت، ما عاد قدرت اتحمل، ما قدرت اشوفهم. لما شفتهم كذا، لما انا شفتهم مو لحالي كلنا. ايوه قالوا شوفوا يا جماعه، شفناهم هم اثنين سادحين جنب بعض، احد سدحهم جنب بعض جنب. ايوه. الآن لو تدروا من جينا لها ننشان ننقذها ونرحمها ونوصلها تعيش، وبعدها أطفال قلدكم الله. هذه البرية يعني ترضي عليها تدخلها لها وترجمها بجبال وديان بن وحوش. لا يحطها في وجهها والله، لا يوفق. ما تقول الذي وصل شو جنبش. اي والله يحكم الله عليه. الله ينتقم منه، الله يحطها في وجهه. وكمان يصيب يسبني. انا من قال اشيل العجوز هذه معايا يعني شلش وزاد يسبش حن ما طيب انت تعبه قدوا مني في السب. هذا ما نفسي من والله لا اسيبك وهرب، وفعلا سابني وهرب. بعد ما اخذ مني الناس قطع علي، اعطاني 500 لا 5000 ريال الناس. يعني هكذا اتبرعوا ليش ب5000؟ ايوه. وهو جاب الزهق شالها، قال عساني يوصلني بسرعه ب5000. يوصلني وادي 5000 سعودي. ايوه الله والله دحين صار 500 وزاد بس 500 ورا جنبش. ايوه. وانا مو الان انت تقدري تمشي؟ والله ما اقدر، بس بمشي كذا حبه. كيف تقدري حبه؟ احنا الان بتمشي معنا ولا بنشيل ليش نحملش؟ لا ما بقدر، ما بتعبك. يعني كملت الاكل؟ ايوه الحمد لله. طيب يا شباب احنا الان احمدي الله واشكروه، وهذا من الله جاب احنا اللي عندش. ربي لك الحمد والشكر. الان احنا بعد ما اكلناها وشربناها وجينا من مسافه بيجي 2 كيلو بين الشجر والحجار. احنا فعلا خرج لها، بس احنا رحمناها ولا ما نقدر ان احنا نعينها، بس قلنا نعمل له وجه لها لو نتقطع. بس اذا دخلتوا ناس دخلوهم وارحموهم، اشفقوا عليهم، وصلوهم المنطقه وانتم دارين انهم يوصلوا امنين، مش ترجمون بالشعب. في واحده كمان برضه كانوا بيرموها باي طريقه، عندها القلب وعندها سكر وعندها الضغط زيي. يعني انت الان مهربه شيء؟ لا شوفني انا. يا شباب هذا ثياب حق واحد منهم اكل الضبع. شوفوا هذا واحد، شوفوا شوفوا هذه الرقعه، هذا البنطلون حقه. شوفوا بيت الضبع، انا اطلعكم الان لبيت الضبع. شوفوا ما يحصل من شوفوا هذا بيت الضبع، شوفوا دخلها هنا الضبع. انا الان بعلم لكم. شوفوا هذا وعيتم كامل تمام. يا الله خرجك يا الله. هذا بيت الضبع، اكلوهم الضباع بالحدود. اتقوا الله يا ذي الدخل البشر، هما يتنجوع واكلوهما الضبع. شوفوا بيت الضبع، اكل الضبع.
الضبع أكله تمام. شوفوا بحشه تراب عاد أخضر، جو هو صغير ما قدرش يدخله، كبر على بات الجرف وهو بحش من جديد ودخل الوليد. أكل أنهم الضباع، أكل أنهم الضباع. يعني بلاد قفرة، بلاد خالية عن السكان، وحوش وحوش أكلهم الوحوش. أزيد أكد لكم هذه العلامة، أكد لكم بس مشان تصدقوا أن الحدود خط أحمر، خط أحمر ما انتش راجع. تهريب، لا تهربوا بمساكن الله وتظلموهم بالشعاب يأكلهم الوحوش. اتقوا الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوفوا كيف حالتهم، اتقوا الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اتقوا الله، هذا متبقي منهم. وضحنا. ما شفتي عند الجرف الولد ميت. ايوه الضبع قلتولي. ايوه اكل الضبع. ايوه اكل الضبع. يعني شفتي لوعيه وشفتي كيف دخل الضبع مكان الضبع، بيت الضبع. ايوه انت رحت دخلت بيت الضبع. يعني هذه من لسانها الكلمه. أيوه. مش نكذب عليكم، الحدود خطره يا ناس. الحدود لا تدخلوا مع ناس يرجموا بكم. امشوا مع ناس امينين اتقوا الله. لا تمشوا يا اخي ادخل وانت داري انك امن. لا هنا ما في أمان. خلاص هنا ما بش امان، اولا ما بش امان. شوف ما بش امان ابدا. لما الله عز وجل جاب لي دول الاثنين والله كنت موت الطيور تمشي فوقي. الطيور يحومون فوق قدم عارفين على الجيفه. ايوه مستنين متى تموت بس ينقضوا عليها. اي والله 5 ايام تعبانه اشرب بوني. شفتوا رجولي كلها الله المستعان. يا شمسة نجي من هذه الطريق نرجع حتى ما كنا ما ندم احنا اين الطريق يا احمد؟ روح على الجهه روح. احسن صورة من هنا يا رفيق. هذا الطريق طلعنا مبينه. معلش تخافي. ايوه تخافي. انتبه الله يعينك. معلش امسكي. تعالش ما يضرش. يا غمضي بعيونك. غمضي بس غمضي. دين لا يجي بالصندة. ايه ما بلمسك بينه وخلي الحق هيك شجر. بس تمام هكذا لو لا تشتدي بس تمام. غمضي وطو قليل. فيديو يا شمسة عين صاروخ حالة الناس أعمال. والله فيديو بعدك من طالع. اقرب للجهة اقرب من المقطع تحت ما نش قادر. تجزع ما شكي شجع وراك واصورك. لا تحت. والله معك مقطع من طالع لهنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رفيق القصلي والله معه أجر، معه أكبر أجر. يعني الآن نزل مسافة كيلو في هذا الطريق، الآن مسافة كيلو الآن في هذا الخط، وأنتم يعني تخيل. مساكين لا تكونش تدفي بالحجر ورائي. يا صبرك. هات يا رفيق شعاونك ماذا الحين. اقدم أنا اشتي أنزله من هنا. دي شيء يدخلهم بمنطقة بينها هلاكهم. شوفوا على جبل وعره. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يخارجنا من هذه الحياة التعيسة. الأمور طيبة يا شباب،
الإنسان يشتغل وهو آمن، ولا أبو إنسان عاجز أو تعب الناس يتعاونوا معه وينقضوه من بر من ملابس. احنا على شهر كريم، احنا الآن عباقي رمضان 15 يوم، واحنا نشوف هذه المعانة والمآسي بجبال الله. لو كان ذحم بمدينة سهل رزقها على الله، وشيء واحد عمل خير وواحد عمل شر، والمهم لكن هانا من شيء الفتها غير الله وغيرنا. احنا نزلنا يعني مغامرة بين الشجر والحجار والحناشة المهم نسأل الله العفو والعافية، ونطالب من الجهات المعنية أن يكونوا ينظروا مثل هذه الأشياء ويحاسبوا دش يدخلهم بمناطق بينها لهلاكهم وتدميرهم. يحاسب الشخص دش يدخلهم بمنطقة بينها هلاكهم. شوفوا على جبل وعره، شوفوا كيف احنا في حاله، المهم في حاله، لكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يخارجنا من هذا الموقف الصعب الشنيع. يا الله، شوفوا على حيود ملس. تحياتي للجميع، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء يا مسؤولين. كل إنسان يرحم من تحته. أنت يا أخي مسؤول أمام الله، تقي. شوف المساكين، شوف لهم حالتهم حالة تعيسة، ارحمهم يا أخي. ادعوا لنا أن ربي يكتب لنا الأجر وأن يخارج احنا وأن لا يوصلنا مثل هذه المياصيل. الحمد لله على الستر، نحمد الله. والله موقف يشيب الراس، والله يشيب الراس. في أشياء كثيرة أحب أن أشرحها ما حصل، لكن ما بش داعي، بس دشي يكون يدخل الحدود مرة ثانية يشوف هذا المقطع ويراجع حسابه صح. دي يتهرب، دي يجري بعد رزقه وهو داير انه يهلك. حرام يا اخي، لا تهلك نفسك. الله يكتب لك الرزق لو انت كفمت. والله لو تجري جري الوحوش ما هو مكتوب لك تتخوذه، وهذا مكتوب من الله عز وجل. لا تهلك نفسك يا اخي. عن كيف حالة الناس، ارحموهم يا شباب، ارحموهم. اسألكم بالله ان ذي قادر أن يكون يتعاون مع الناس إنه يتعاون، ياخذ برا حرام. هي دنيا ثانية، دنيا ثانية.